كتير مننا ساعات بيحس إنه في حاجة في حياته عايز يسيطر عليها، حاجة شاغلاه طول الوقت ومش عارف يتحكم فيها، زي عادة بتاخد من وقته أو طاقته، أو حتى بتخليه مش مرتاح مع نفسه. الموضوع ده طبيعي، وإحساسك إنك عايز تتغير لوحده ده خطوة كبيرة جدا. الماستربيشن ممكن تبقى عادة بقت جزء من روتينك من غير ما تحس، وبدل ما تبقى عادة عادية بتأثر بشكل إيجابي، بتتحول لحاجة بتاخد من طاقتك ومن وقتك، وده بيأثر على حياتك كلها. علشان كده النهاردة هنركز على خطوات عملية بسيطة ومجربة تخليك مش بس تسيطر على الموضوع ده، لكن كمان تبني حياة أفضل ليك في 2025. السر هنا إنك ما تبصش للموضوع كمعركة كده أو ضغط، لكن كبداية جديدة لحياة مليانة أهداف وحاجات تحققها. واحنا هنمشي خطوة بخطوة عشان تكون عارف هتعمل ايه، تبدأ منين وتكمل ازاي. لو جاهز تبدأ التغيير ده خلينا نكمل مع بعض. أول نقطة معانا فهم السبب الحقيقي ورا الماستربيشن. عمرك حسيت إنك بتعمل حاجة ومش عارف ليه، أو كأنك بتكرر نفس العادة مع إنك مش راضي عنها؟ السر هنا إن دايما في سبب بيحركك، ولو عرفته هتقدر تتحكم في حياتك أكتر. بص، أول حاجة لازم تعرفها إن أي عادة في حياتنا دايما وراها سبب. يعني الماستربيشن أو العادة السرية مش بتكون مجرد حاجة بنعملها وخلاص، دايما في حاجة وراها بتحركك ليها، زي بقى ضغط نفسي، ملل، إحساس بالوحدة، أو حتى مجرد هروب من حاجة مضايقاك. خليني أسألك كده سؤال بسيط: عمرك فكرت إيه اللحظة اللي بتدفعك تعمل كده؟ هل هي لحظة ملل وقت ما تبقى متضايق، ولا لما تحس انك لوحدك؟ لما تعرف السبب ده هتبقى قطعت صدقني نص الطريق للسيطرة. الفكرة انك بدل ما تهاجم نفسك حاول تراقبها كده. لما تبدأ تحس بالرغبة اسأل نفسك: هو انا دلوقتي حاسس بايه؟ طب ايه اللي مضايقني او فاضل لي في اللحظة دي؟ لما تفهم السبب هتقدر تعالجه بالطريقة الصح. زي ما بيقولوا كده، علاج المشكلة بيبدأ من جذورها. وفهمك للسبب مش بس هيساعدك تسيطر على العادة دي، ده كمان هيخليك تتطور من نفسك وتلاقي حلول لأسباب تانية بتأثر على حياتك كلها. تاني نقطة معانا: التزم بالهوايات والنشاطات الإيجابية. عمرك حسيت إنك لو فضلت قاعد من غير ما تعمل حاجة أفكارك بتبدأ تاخدك كده لحاجات مش مفيدة خالص؟ الحل هنا بسيط جدا: اشغل نفسك بحاجات بتحبها وبتفصلك عن اي تفكير سلبي. بص، لما يبقى عندك وقت فاضي كده ومش عارف تعمل فيه ايه، دماغك بتبدأ تدور على اي حاجة تملي بيها الفراغ ده، وغالبا الحاجات دي بتكون مش مفيدة زي الماستربيشن. الحل هنا انك تبدأ تركز على الهوايات والنشاطات الإيجابية اللي هتخليك مشغول ومبسوط في نفس الوقت. جرب تدور على حاجة بتحبها أو حاجة نفسك تتعلمها. ممكن تكون رياضة زي الجري أو الجيم أو الرسم، أو إنك تعزف على آلة موسيقية، أو حتى الزراعة لو بتحب الطبيعة. لما تبدأ تمارس حاجة بتحبها هتلاقي نفسك بتخرج كل طاقتك فيها بدل ما تضيعها في حاجات تندم عليها بعدين. كمان النشاطات دي مش بس هتساعدك تشغل وقتك، دي كمان هتحسن من حالتك النفسية وتزود إحساسك بالإنجاز. وكل مرة هتنجح في حاجة جديدة هتحس إنك بتتحسن وبتبعد أكتر عن العادات اللي كنت عايز تسيطر عليها. المهم إنك تبدأ، مش لازم تكون محترف في الأول، أنا مقلتلكش كده. خد خطوة صغيرة ومع الوقت هتلاقي نفسك مرتبط بالنشاطات دي ومش بتفكر في أي حاجة سلبية. تالت نقطة: حط أهداف واضحة لحياتك. عمرك فكرت إنك ممكن تكون تايه كده ومش عارف إنت رايح فين؟ لو ما عندكش أهداف واضحة حياتك صدقني هتفضل زي العربية اللي ماشية من غير GPS، حرفيا عشوائية كده ومش مضمونة. بص، أهم حاجة تخليك تتحكم في حياتك وتبعد عن أي عادة سلبية زي الماستربيشن دي إنك تحط لنفسك أهداف واضحة تمشي وراها. لما يبقى عندك حاجة بتسعى ليها حياتك هتكون مليانة طاقة وتركيز،
وهتبقى مشغول دايما بانك تحقق حلمك بدل ما تضيع وقتك في حاجات تانية. ابدأ بحاجة بسيطة، اسأل نفسك أنا عايز أكون مين بعد سنة، بعد 5 سنين، وهكذا. وحاول تخلي أهدافك واضحة وصريحة، زي مثلا أنا عايز أخس 5 كيلو، أتعلم مهارة جديدة، أو أشتغل في حاجة بحبها. بعد كده قسم الهدف ده لخطوات صغيرة زي ما قلنا تقدر تشتغل عليها يوم بيوم. الفكرة إنك لما تبقى عارف اتجاهك رايح فين هتحس بقيمة وقتك، وهتقلل من اللحظات اللي بتحس فيها بالملل أو الفراغ اللي بيخليك تلجأ للعادات اللي مش مفيدة. أهدافك هي اللي هتخليك تركز على المستقبل بدل ما تفضل عايش في نفس الدايرة القديمة. وزي ما بيقولوا كده، الشخص اللي عنده هدف هو اللي دايما عارف يتحكم في يومه وفي حياته. رابع نقطة، تقليل المشاهد المحفزة. عمرك حسيت انك مش قادر تبطل تشوف حاجة معينة رغم انك عارف انها مش صح؟ السر هنا ان مش كل حاجة بتشوفها لازم تأثر فيك. بص، المشكلة في الماستربيشن وكتير من العادات السلبية اننا بنعيش في عالم مليان مشاهد ومحفزات من كل ناحية حرفيا، سواء على النت او في الشارع. في حاجات بتخليك تحس كده برغبات مش دايما صح او مفيدة. علشان كده لازم تقلل من المشاهد المحفزة اللي بتسبب لك الرغبة في العادة دي. ابدأ انك تحدد ايه اللي بيحصل لما تشوف الحاجات دي. هل هي فيديوهات او صور معينة او حتى محادثات بتسمعها؟ لما تلاحظ انك بتتأثر بيها فلازم تقطع الطريق على نفسك فورا. في ادوات كتير على الموبايل او الكمبيوتر بتساعدك تحجب او تحدد المحتوى اللي بيصير فيك للحوافز دي. كمان حاول تقضي وقت اكتر مع ناس ايجابية او في اماكن هادية بدل ما تكون محاط بالحاجات اللي بتثيرك. فلما تقلل من الحوافز دي هتقل كمان فرص تعرضك للعادة دي، وده هيخليك تسيطر اكتر على حياتك. وفي النهاية زي ما بيقولوا، اللي بتحطه قدامك هو اللي هيتحكم فيك. لو شلت المحفزات دي من قدامك هتلاقي نفسك قادر تركز اكتر على هدفك وبتبعد عن الحاجات اللي مش مفيدة ليك. خامس نقطة، ممارسة الرياضة. لو عايز تحس انك مش بس بتسيطر على العادة دي لكن كمان بتبني جسمك وعقلك مع بعض، يبقى لازم تبدأ الرياضة. بص، ممارسة الرياضة مش بس بتخليك تحس بقوة كده في جسمك لكن كمان بتفرق مع دماغك بشكل كبير. فلما تلتزم بالرياضة جسمك بيبدأ يفرز هرمونات إيجابية زي الأندروفين اللي بيحسن مزاجك ويخليك تحس بالسعادة الطبيعية كده بعيدا عن الحاجات السلبية. فالرياضة بتخليك مشغول طول الوقت. مش بس كده، لما تلاحظ التغيير ده في جسمك سواء في قوتك أو شكلك ده بيحفزك أكتر علشان تكمل وتحقق أهدافك. وده بيخليك بعيدا عن التفكير وده بيخليك انك تبعد عن التفكير في الحاجات اللي مش مفيدة. ابدأ بحاجة بسيطة زي المشي او الجري حتى ولو 15 دقيقة في اليوم. حاول تزود الوقت تدريجيا، ومع مرور الوقت هتلاقي نفسك مش بس جسمك بيتحسن لكن كمان عقلك بقى اهدى واكتر تركيز. وزي ما بيقولوا كده، العقل السليم في الجسم السليم. لما تهتم بجسمك هتحس انك قادر تسيطر على حاجات اكتر في حياتك وتعيش بشكل صحي ومتوازن. نقطة رقم 6، التركيز على تحسين الصحة النفسية. عمرك فكرت ان جزء كبير من العادات اللي بتعملها هو نتيجة لحالتك النفسية؟ لو نفسيتك مرتاحة هتلاقي نفسك بتتصرف احسن وبتسيطر اكتر على حياتك. بص، الصحة النفسية هي الاساس اللي كل حاجة تانية بتتبني عليه. فلو حالتك النفسية كويسة وتمام هتقدر تاخد قرارات صح وتبعد عن العادات اللي بتضايقك. لكن لو نفسيتك تعبانة هتلاقي نفسك بتلجأ لحاجات زي الماستربيشن أو غيرها عشان تهرب من الواقع. علشان كده لازم تركز على تحسين صحتك النفسية. فابدأ بخطوات بسيطة زي إنك تتكلم مع حد قريب منك عن اللي حاسس بيه. كمان حاول تمارس المديتيشن أو التأمل أو إنك تقضي وقت مع نفسك بعيدا عن الضغوط والتوتر. حاجة كمان مهمة وهي
النوم الكويس والأكل الصحي. لما جسمك يبقى مرتاح ده بينعكس على نفسيتك بشكل كبير. فحاول تبعد عن الناس أو المواقف اللي بتجيب لك طاقة سلبية كده، وركز على الحاجات اللي بتخليك تحس بالراحة والسعادة. وزي ما بيقولوا كده الراحة النفسية هي مفتاح السعادة. لما تهتم بنفسيتك هتلاقي انك مش بس بتتحكم في عاداتك، لكن كمان بتعيش حياة افضل واهدى. نقطة رقم 7، البعد عن الوحدة. عارف ان الوحدة ساعات بتخليك تفكر في حاجات يمكن مش مفيدة، ولو فضلت لوحدك كتير دماغك ممكن تلعب معاك لعبة مش لصالحك. بص، الوحدة من أكتر الحاجات اللي بتخليك تلجأ لعادات سلبية زي الماستربيشن كده. لما تبقى لوحدك ومش لاقي حاجة تعملها دماغك بتبدأ تشغل وقتها بأي حاجة حتى لو الحاجات دي مش مفيدة ليك. علشان كده البعد عن الوحدة هو خطوة كبيرة ناحية تحسين حياتك. فحاول تقضي وقتك مع ناس بتحبهم وبتحس معاهم بالراحة. ممكن تكون بقى عيلتك، أصحابك، أو حتى مجموعة جديدة بتشاركهم نفس الاهتمامات. لما تكون حواليك ناس إيجابيين هتحس كده بطاقة مختلفة، وهتقل اوقات الفراغ اللي بتبقى فيها لوحدك. كمان جرب تخرج من البيت اكتر، روح اماكن جديدة، شارك في نشاطات اجتماعية، او حتى انك تتطوع في حاجات تفيد غيرك. الحاجات دي مش بس هتشغلك لكنها هتديك احساس كده بالسعادة والانتماء. وفي الاخر زي ما بيقولوا كده الناس هم اللي بيخلوا الحياة ليها طعم. لما تبعد عن الوحدة هتحس بتغيير كبير في يومك، وهتلاقي نفسك بعيد عن اي عادات بتضايقك. نقطة رقم 8، اعتمد على التقنيات الذهنية. بمعنى، عمرك فكرت ان دماغك هو اقوى سلاح ممكن تستخدمه؟ لو عرفت تتحكم في افكارك هتقدر تتحكم في حياتك بالكامل. بص، التقنيات الذهنية دي هي طرق بسيطة كده لكنها قوية بتساعدك تتحكم في أفكارك وتتصرف بطريقة مختلفة. لما تواجه رغبة أو عادة سلبية أو حاجة لازم تعرفها. اول حاجة يعني لازم تعرفها ان كل حاجة بتبدأ من دماغك، ولو عرفت تسيطر عليه هتلاقي نفسك بتسيطر على كل حاجة تانية. من اشهر التقنيات هي تقنية التحويل. بمعنى لما تحس انك في موقف بيزود عندك الرغبة حاول تشتت نفسك على طول. قوم من مكانك، غير وضعك، او حتى اشغل نفسك بحاجة تانية زي الرياضة او القراءة. كمان جرب التنفس العميق. لما تحس بالتوتر أو الرغبة خد نفس عميق وطلعه ببطء. الطريقة دي بتهدي دماغك وبتقلل من الإحساس اللي جواك. تقنية تانية وهي التصور الذهني، وهي إنك تقعد مع نفسك وخد دقيقة تخيل فيها الحياة اللي نفسك توصلها كده، شكلك بقى، نجاحك، وطريقتك في إنك تعيش. اسأل نفسك هل الحاجة اللي بعملها دلوقتي هتساعدني أو هتبعدني عن الصورة دي؟ وأخيرا زي ما بيقولوا كل حاجة بتبدأ بفكرة. لما تتعلم تتحكم في أفكارك هتلاقي نفسك بتاخد قرارات صح وتبني حياة أفضل. نقطة رقم 9، حط جدول يومي منتظم. عمرك حسيت ان يومك بيضيع من غير ما تحقق حاجة؟ السر انك لما تحط جدول ليومك كل دقيقة بتبقى محسوبة ومفيدة. بص، الفوضى هي العدو الاول لأي حد عايز يغير حياته او يسيطر على عادة سلبية زي الماستربيشن. لما يبقى يومك مليان فراغ دماغك تلقائيا كده بيدور على حاجة تملى الوقت ده، وغالبا بتكون حاجات مش مفيدة. علشان كده الجدول اليومي المنتظم هو الحل. ابدأ بانك تقسم يومك لحاجات اساسية، وقت للشغل او الدراسة، ووقت تاني للرياضة، ووقت للهوايات. وخلي دايما وقت محدد للراحة والاسترخاء مهم جدا. لما يبقى عندك خطة واضحة كده هتلاقي نفسك مشغول طول الوقت ومفيش مجال لأي فراغ يسبب لك مشاكل. فعاوزك تستخدم ورقة وقلم كده او حتى تطبيق على موبايلك
لتنظيم يومك اكتب الحاجات اللي عايز تعملها بالترتيب كده، وحاول تلتزم بالمواعيد على قد ما تقدر. وكل يوم قبل ما تنام راجع اللي انجزته وخلصته، وعدل الجدول لو محتاج. وزي ما بيقولوا كده النجاح مش بيجي بالصدفة، النجاح بيبدأ بتنظيم وقتك. لما تحط جدول وتمشي عليه هتحس بالإنجاز كل يوم، وده لوحده هيديك طاقة إيجابية كده تخليك تستمر وتبعد عن أي عادات سلبية. عاشر واخر نقطة معانا، مكافأة نفسك. عارف احساسك لما تنجز حاجة كبيرة كده وتلاقي حد بيقولك برافو او بيكافئك؟ طيب ليه ما تبقاش انت الشخص ده لنفسك؟ بص، فكرة مكافأة نفسك بسيطة لكنها قوية جدا. لما تحقق اي انجاز حتى لو كان صغير، زي يوم من غير العادة السلبية دي او اسبوع كامل ملتزم بروتينك، لازم تحتفل بالنصر ده. مش بس بيحفزك انك تكمل، لكنه كمان بيعزز ثقتك في نفسك. مثلا لو قدرت تسيطر على نفسك يومين او ثلاثة، كافئ نفسك بحاجة بتحبها زي اكلة معينة، فيلم نفسك فيه، او حتى تخرج لمكان جديد. كل مكافأة صغيرة بتكون زي رسالة كده لنفسك بتقول انا شاطر وبتقدم خطوة خطوة. كمان خلي مكافئتك تبقى مرتبطة بحاجات ايجابية، زي انك تشتري حاجة تطور من نفسك، زي كتاب مفيد او تشترك في نشاط بتحبه. الفكرة بقى ان المكافأة دي بتفضل تخليك فاكر بالانجاز اللي عملته. وزي ما بيقولوا اللي ما يقدرش نفسه مش هيلاقي حد يقدرها. لما تكافئ نفسك هتحس انك ماشي في طريق النجاح، وانك تستحق كل خير بتعمله لنفسك. فاحب اقولك keep going، واوعى تبخل على نفسك بالفرحة. لو قدرت تلتزم بالنصايح دي يا بطل، هتلاقي نفسك مش بس بتسيطر على العادة السلبية دي، لكن كمان بتبني حياة أفضل بجد. دلوقتي بقى بعد ما شرحنا مع بعض الخطوات المهمة علشان تسيطر على الماستربيشن وتبدأ تبني حياة أفضل في 2025، خليني أقولك إن الموضوع مش هيكون سهل طبعا في البداية، لكن لما تلتزم وتكون عندك إرادة هتشوف التغيير ده قدام عينيك. مش لازم تكمل لوحدك، إحنا مع بعض كلنا في الطريق ده. لو بدأت تتبع النصايح دي هتقدر تبني عادة إيجابية وتحقق أهدافك، وكل خطوة هتاخدها هتكون خطوة أقرب لحياة أكتر راحة وإنتاجية. لو وصلت معايا لحد اخر الفيديو اكتب لنا تحت بقى في الكومنتس انا قادر، عشان نكون دايما متحفزين مع بعض. وما تنساش بقى تعمل لايك لو الفيديو فادك، وواجبك هنا انك تشترك في القناة. انزل اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. وشكرا ليك انك قعدت معايا لحد اخر الفيديو. وزي ما نقول كل مرة، انت الاساس، انت رقم واحد. وفي نهاية الفيديو حابب اقولك خليك مسيطر. اشوفكم الحلقة الجاية.